دلوقتي بقى لو من كوباية زيت على كوباية الا ربع سكر على بيضتين هنعمل احلى حاجة دلوقتي هنعملها لولادنا، وحاجة طبعا بنحبها وبنحب ناكلها مع الشاي ومع القهوة مع شاي بلبن. دلوقتي هنعمل ايه وصفة جميلة قوي وسهلة وبسيطة خالص، تطلع معاكي تحفة، ولا نشتريها من بره ولا نتكلف فيها قد كده، حاجة كده في منتهى الجمال. دلوقتي قبل ما نبتدي نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة تهدينا وتغنينا وترضينا. طبعا نسمي الله كده على كل أكل بنعمله وعلى كل حاجة حلوة بنعملها، عشان كده تطلع حلوة ربنا يبارك فيها وكده، واللي بياكلها كده يستطعمها كده ويلاقي ايه طعمها حلو وجميل ويقول لك تسلم ايديكي. فكل الحاجات دي طبعا ايه هتبقى حلوه ايه وتطلع حلوه من ايدك. النهارده بقى هنعمل مع بعضينا ايه البسكوت الجميل بقى كده زي ولادنا اللي بيحبوا يشتروه من الفرن ومن المحلات. دلوقتي احنا هنعمله بطريقه بقى ايه سهله وفي منتهى الجمال. دلوقتي هنحتاج مع بعضينا كوبايه الا ربع سكر، كوبايه الا ربع زيت، وبيضتين، البيضتين دول، وهنعوز معلقه تانج برتقال مش تانج استفندي. ودلوقتي كل المكونات الحلوه دي هنحطها ايه في الخلاط مع بعضينا كده. هنحط اول حاجه بقى البيض، نحط الزيت، السكر، نحط طبعا ايه رشه فانيليا، ممكن تحطي فانيليا عادي او فانيليا سايله زي دي كده، رشه كده صغيره عشان بس تديكي ايه طعم حلو وجميل. طبعا الفانيليا اللي هي السايله بتبقى حلوه قوي وبتدي ايه يعني طعم حلو كده للاكل، احلى كمان من اللي هي البودر. نحط بقى حبه خل بسيطه خالص عشان خاطر بس ايه الحاجه تطلع معانا حلوه. طبعا كل الخليط الجميل ده هنضربه في الخلاط ضرب جامد، يعني هنقطع نفسه كده من الضرب، عشان خاطر لازم السكر يدوب كويس قوي عشان لما يتحط على الدقيق ما يطردش السمنه ولا يطرد الحاجه اللي انت ايه ولا الزيت اللي انت حاطاه. فاحنا هنضربه بقى ضرب حلو ونرجع لكم تاني. طبعا احنا خلصنا الخليط بتاعنا اهو زي ما انتم شايفين عامل ازاي، نازل بقى ايه ما فيهوش اي سكر باين ولا اي حاجه، يعني كله كده مظبوط. دلوقتي كده هنفضيه ونكمل عليه الدقيق. وطبعا هنحتاج كوبايه الا ربع نشا، عشان النشا تديك القرمشه بقى والطعم الحلو بقى ايه والحاجات الحلوه كده في البسكوت، تحس انه مقرمش كده وجميل. فاحنا طبعا هنحطه مع الدقيق، وهنحط الدقيق بقى 3 كوبايات ونص دقيق، بس هنحطهم بالتدريج كده عشان ايه نلم العجينه بيها وما نعجنش كتير. دلوقتي طبعا انا حطيت الدقيق وحطيت النشا، وهنحط طبعا معلقه كده صغيره من اللي هي ايه البيكنج باودر، معلقه صغيره كده بس. والدقيق طبعا هنحطه بالتدريج بقى. نفضل نعجن فيها كده بس مش هنعجن كتير، يعني البسكوتات والحاجات دي ما بتحتاجش عجن كتير، يعني ايه حاجه بسيطه كده ان انت بس بتلميها مع بعضها وخلاص. دلوقتي هنحط بقى بقيه الدقيق. دلوقتي زي ما انتم شايفين خلصنا عجنها اهو، شايفين جميله ازاي. طبعا لما تشيليها كده تحطيها بين ايديكي كده تلاقيها ايه جميله وما بتشققش منك، يبقى كده ايه طلعت معاكي حلوه. دلوقتي احنا ايه هنقعد نشكلها بقى مع بعضينا ونشوف هنعمل ايه مع بعض، ونطلع كده حاجه جميله وحاجه تحفه وحاجه بسيطه وتطلع معاكي احسن حاجه. يعني انت ما تعملي الحاجه في البيت بايدك تطلع معاكي احسن مما تشتريها من بره بكتير. فاحنا هنعمل البسكوت الجميل دون بكذا شكل وبكذا طريقه، ويعني ما فيش حاجه بعد كده يعني ايه نشتريها من الشارع، كله كده نعمله في البيت بايدينا، حاجه طعمه وحاجه جميله وحاجه تحفه وحاجه نظيفه كمان. دلوقتي العجينه بتاعتنا جاهزه زي ما انتم شايفين كده. هناخد منها ايه حته صغيره كده ونكورها تبقى كره صغنونه كده ونحطها في الصاج، كور صغنونه كده ونحطها ايه بس نعمل مسافه جنب بعض. كل كوره بقى نعملها نبطط عليها كده ونعملها بالشوكه بقى كأنك بتعملي كده أشعة شمس.
شايفين عامله ازاي؟ شايفه جميله ازاي؟ تحطيها بقى في الصاج بتاعنا. طبعا الصاج بتاعنا بنكون دهنينه يعني مسحه صغيره بس كده زيت، علشان خاطر ايه ما يلزقش ايه في الصاج. شايفين حاجه جميله وحاجه تحفه ازاي. تشكلي انت بقى براحتك زي ما انت عايزه، وتحكمي برضو انت برضو بتتحكمي برضو ايه في الكبيره او صغيره براحتك بقى. طويله ممكن تعمليها طويله زي كده، مطوله شويه تعمليها كده. حاجه جميله كده وحاجه هتطلع تحفه معاكي في منتهى الجمال. شايفين عامله ازاي؟ دلوقتي بقى انا خلصت الصاج الاولاني اهو من الشكل ده. دلوقتي ده هندخله الفرن طبعا، عشان ايه اول ما بنعمله بيدخل على طول الفرن. ندخله الفرن ونوريه لكم بس ايه لما يطلع، ونشوف بقى بقيه الاشكال اللي احنا هنعملها. دلوقتي بقى الشكل التاني احنا فردنا اهو العجينه، وهنقطعها بقى بالقطاعه زي ما انتوا شايفين كده. عندك بقى قطاعه مش عندك بكوبايه، كله هينفع وكله كده ايه هنعمل بيه حاجات حلوه وحاجات جميله. شايفين جميل ازاي؟ هنحطه بقى في الصينيه بتاعتنا. خلي بالك ان هو بيعلى اكتر من كده لما انت بتحطيه برده في الصينيه، يعني بيعلى اكتر من كده كمان. فانت ما تدخنيش العجينه، واعمليها ايه رفيعه كده شويه، عشان لما يتخن يديكي ايه السمك المظبوط، ما يبقاش ايه تخين قوي معاكي. دلوقتي بقى احنا عملنا الشكل الجميل اهو اللي هنعمل بيه البسكوت اللي هو بالشوكولاته. شايفين عامل ازاي جميل اهو. دلوقتي دي بقى ندخلها برده الفرن وايه، ونشوف ايه بقيه ايه الاشكال اللي احنا هنعملها. نعمل الشكل التاني. لو انت عندك بقى ايه حته عجوه، طلعيها بقى وقومي عاملاها وتعمليها صوابع زي ما انا عاملاها كده، تطلع معاكي بقى بسكوت بالعجوه. طبعا البسكوت بالعجوه برضو جميل وتحفه ومغذي، والعجينه تنفع تعملي بيها كذا شكل وكذا حاجه. فاحنا دلوقتي ايه نفضل ايه نعملها كده، يعني حاولي ان انت تبرميها يعني انها تبقى ايه رفيعه. فاحنا هنفضل بقى نعمل فيها كده. ممكن بالنشابه كمان تفردي فيها كده شويه، عشان طبعا هتحطي فيها العجوه وهترجعي تاني تبرميها تاني، وترجعي تدوريها معاكي تاني، فتطلع معاكي بقى ايه حلوه وتطلع معاكي كويسه. طبعا مش لازم الحاجه تطلع معانا مظبوطه بالمسطره، يعني احنا بنعمل على قد ما بنقدر، على قد وسعنا كده، ان احنا نعمل حاجه جميله وحاجه تحفه لاولادنا. هتطلع معاكي الحاجه حلوه وحاجه في منتهى الجمال. طبعا هتقفليها بقى كده، وهنرجع نلفها تاني بقى. شايفين حاجه سهله وبسيطه، وهتطلع معاكي حاجه تحفه وحاجه في منتهى الجمال. عايزه تعمليها بقى بالشوكه اعمليها، عايزه تعمليها ببصمه الكحك كده تعمليها، تطلع معاكي حاجه تحفه وحاجه في منتهى الجمال. شايفين تبصمي عليها كده بس كده، تديكي بس ايه شكل جميل ومنظر حلو بس. بالسكينه بقى نقطعها زي ما احنا عايزين بقى، كبيره صغيره المقاس اللي احنا عايزينه. تطلع معاكي كده حاجه تحفه وحاجه في منتهى الجمال، ويبقى طعمه يعني مفيش بعد كده، يعني الطعم اللي بره ده ما يجيش فيه حاجه اللي احنا بنشتريه من بره. شايفين جميل ازاي؟ حاجه كده تحفه، حاجه كده عسل،
حاجه كده في كده بقى. يبقى احنا خلصنا كده كل الاشكال بتاعتنا، عملنا المدوره وعملنا اللي هي ايه بالشوكه، ودلوقتي عملنا اللي هي بالعجوه زي ما انتم شايفين بقى. شايفين شكلها جميل ازاي، وبيطلع بقى طعمه تحفه وطعمه في منتهى الجمال. وبكده يبقى انت عملتي اكله جميله وعملتي حاجه حلوه ولادك بيحبوها بطريقه حلوه وسهله وبسيطه، ومكونات بسيطه خالص كلها من البيت باقل امكانيات. دلوقتي بقى نحطهم في الفرن طبعا دول كمان، وايه ونشوف هنعمل ايه بقى ايه بالباقي كله بقى، ايه هنشكله ازاي وهنعمله ازاي. دلوقتي بقى زي ما انتم شايفين البسكوت بتاعنا طلع بالعجوه اهو، جميل اهو عامل ازاي. وده طبعا اللي احنا عملناه بالشوكه، وده طبعا اللي احنا بقى عايزين نعمله يعني ايه زي البسكوت التيبو كده، من الاتنين لازقين في بعض كده. فدلوقتي بقى هنعمل اللي احنا ايه، هنشوف بقى. طبعا سيحنا الشوكولاته دي ممكن تعمليها نص كده ونحطها بقى كده ايه تمسك نفسها هنا. نعمل كمان واحده نص بس كده، بعد كده بقى ايه نرش عليها بقى ايه اي حاجات حلوه كده تديها شكل حلو عشان الولاد بس يفرحوا بيها كده وشكلها الجميل. وهنعمل برضو من دي برضو نلزق الاتنين بقى، ممكن نلزقهم بقى بشوكولاته، نحطها كده في النص كده فيها شوكولاته ونلزقها كده، ونرجع بقى ايه نغطسها بقى كلها كده في الشوكولاته. طبعا الشوكولاته انت بتسيحيها بقى في الميكروويف مع شويه زيت صغيرين وتسيح معاكي، او ممكن تسيحيها في حمام ميه تحطيها في طبق وتحطيها في طبق تاني في ميه سخنه، تطلع معاكي جميله كده ويطلع معاكي البسكوت تحفه زي ما انت شايفه كده، حاجه كده في منتهى الجمال. نعمل كمان واحده وبعدين ايه نشوف بقى ايه نخلص بقى الكميه بتاعتنا ونشوف بقى شكلهم هيبقى عامل ازاي بقى بعد ما خلصناهم. ولزقناهم في بعض اهو زي ما انتم شايفين كده. بعد كده نمسكها بقى نقصقصها كلها كده في الشوكولاته. الحاجات دي طبعا الولاد بيفرحوا بيها خالص وبيحبوا يشتروها من بره، وبره طبعا الحاجه بتبقى مش كويسه ومش وغاليه طبعا. يعني احنا بنوفر على نفسنا وبناكل ولادنا حاجه حلوه وحاجه جميله حاجه نظيفه، وانت حاجه كده انت عاملاها بايدك حاجه تحفه كده. اهو نلزقها ببعض كده بالاتنين دول كده ونغطسها بقى كلها في قلب الايه الشوكولاته بتاعتنا. دلوقتي شايفين عملناهم بالشوكولاته وشكلهم جميل ازاي. دلوقتي هنحطهم بقى في التلاجة عشان بس كده ايه يجمدوا شويه، وبعد كده بقى نرصهم في الطبق بتاعنا ونشوف بقى الشكل التحفه الشكل الجميل بقى النهائي بتاعه. وان شاء الله كده ما تنسونيش بقى في اللايك والشير وتشتركوا بقى في القناه وتصلوا بينا على النبي بقى حبيبنا عليه افضل الصلاه والسلام. ودلوقتي هكمل بقى بقيتهم وارجع لكم تاني. انتوا شايفين كده الوصفه بتاعتنا طلعت معانا كذا شكل ازاي، البسكوت بعجوه واللي هو اللي احنا عاملينه ده وحاطين عليه فرماسيه، وده كمان البسكوت البيمبو اللي احنا بنحبه طبعا بوصفه بسيطه خالص وبحاجات بسيطه خالص من البيت عندنا، شويه دقيق على شويه زيت على شويه سكر، عملنا بيهم الوصفه الجميله دي وطلعت معانا حاجات حلوه اهي تفرحي بقى بيتك وولادك بيهم وبسعر قليل خالص غير ما تشتريه من بره. وطبعا انا مش هقول لكم بقى ما تنسونيش في اللايك والشير واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس بقى عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم ان شاء الله في وصفه جديده ومطبخ هند.